الكلاب كانت مركونة بحاوية للنفايات بحي برغون هنا بالدار البيضاء. استنفرت هذه الجثث ورؤوس الكلاب المجمدة العناصر الأمنية نهاية الأسبوع الماضي وسط تخوفات واسعة من تحويل لحوم الكلاب نحو الاستهلاك. حسن بن رابح. شارع التوجطات بحي برغون بالعاصمة الاقتصادية. قرب هذه الحاويات للقمامة تم العثور على جثث للكلاب مفصولة الرأس ومجمدة داخل أكياس بلاستيكية مغطاة بورق الكرتون. تشكيلة من مختلف السلطات حضرت إلى عين المكان كالسلطة العلمية والتقنية ومكتب السلامة الصحية. الجثث تم نقلها من أجل تعميق التحقيقات بشأنها. انا ساكن في الدار هذه، وديك النهار جيت هنايا حطيت الطوموبيله ديالي ولقيت الناس مجمعين هنا. شفت لقيت بلا شي كلاب هنايا في الطارو ديال الزبل حاشاكم. زعما العظام ديالهم وداك الشيء ما فهمت والو. قلنا زعما علاش شنو هادشي؟ واش هادشي ماشي معقول؟ الناس لاحوا الكلاب هنا العظومه ديالهم والناس ياكلوا داك الشيء، ماشي معقول. خاصنا نلقاو شي حل. هاد الشيء ما يمكنش الناس ياكلوا في داك الشيء، هاد الشيء راه ماشي معقول. تصدمنا ملي سمعنا كاينين الكلاب هنا، تصدمنا بزاف وكنسمعوا شي حوايج اللي هما ماشي هما هذوك. ما عرفنا دابا القضيه واش حنا كناكلوا هاد الكلاب في الشوندويشات ولا كان اسمو ولادنا راه ولاو مهددين حتى هما بالخطر ديال هاد الكلاب هادو. يلا لقاو في المحمديه البغال والحمير، وهنا بورغون قالوا لقاو الكلاب. وهذا الشيء راه صعيب على وليداتنا، كيخرجوا ياكلوا على برا ما عرفناهم واش كياكلوا. على بعد أمتار قليلة يوجد سوق بدر الشهير بالحي المذكور. أصابع الاتهام توجهت مباشرة لأصحاب المجازر بالسوق. من الصعب أن تعثر هنا عن من يمنحك تصريح في الموضوع. بعد أخذ ورد تحول تردد هذا الجزار إلى موافقة للإدلاء لنا بالتصريح الآتي. الناس دابا ملي شافوا ديك البلاصة ملي واحد حدا المارشي قالوا راه مارشي بدر راه كيدير هادي، كيدير كلاب، كيدير قوم في المارشي. بالعكس مارشي بدر عنده تاريخ وما يقدرش يدير هادشي اللي كيقولوا الانسان. هضره ثاني تكون هضره زايده ناقصه، ولكن كاين الناس اختصاصيين. كون كان شي حاجه راه غادي يجيو لنا الناس هنايا عارفين اش كاين. هذا الشيء اللي سمعنا على الكلاب ما كاين حتى حاجه من هذا الشيء. يعني هذاك اللي جايبهم راه جايبهم من اتساع ليحهم هنا. المارشي عنده سمعه مزيانه، ربينا فيه وليداتنا، خدمنا فيه الحمد لله خدمه الحلال، عمرنا ما شفنا فيه شي حاجه خايبه. من المسؤول عن دس السم في عسل قفة التسوق لدى المواطنين؟ هل هذه اللحوم الغير جائز استهلاكها شرعا وقانونا مجرد أحداث عابرة؟ أم هي الشجرة التي تخفي غابة فساد مقلق تسلل إلى المنتجات الاستهلاكية بالأسواق والمطاعم المغربية؟ والموضوع يستوقف سعاد زيتراوي، تعد وتقدم كل الثلاثاء نبض المجتمع. اهلا بك سعاد. اهلا سناء. بصراحه التصريح ديال المواطنه يختزل الموضوع ببساطه شديده. قبل اسبوعين حسن بن رابح كان في مدينه المحمديه، كانت هناك حاله العثور على بقايا دواب يخشى انها كانت موجهه للاستهلاك. نهايه الاسبوع الماضي في بورغون رؤوس كلاب مجمده. اين نحن من قواعد الاستهلاك؟ الأمر بصراحة هو مقلق ومقزز أيضا. قبل يومين تم العثور على رؤوس كلاب مجمدة ملقاة بجانب حاوية للأزبال بحي برغون بالدار البيضاء. ما مصدر هذه الرؤوس وما مصيرها؟ هل بيعت لحوم الكلاب في الأسواق أم استخدمت في إعداد وجبات غذائية في أحد المطاعم؟ أكيد كل من سمع الخبر يطرح نفس الأسئلة بتوجس وقلق وصدمة. هذا الخبر ليس معزولا، فبين وقت وآخر تطفو أخبار غير سارة مثل هذه حدثت في البيضاء، في المحمدية، في فاس، في تزنيت ومراكش وفي أماكن كثيرة. نحن نتحدث عن أشخاص عديم الضمير والمسؤولية والأخلاق، كل همهم الربح السريع وإن كان على حساب صحتنا نحن أو حياة مخلوقات بريئة. لحوم الحمير والكلاب والبغال تثير شهيتهم وتسيل لعابهم، يستعملونها في إنتاج النقانق واللحم المفروم المستعمل في الوجبات السريعة. والأمر امتد ليمس أشهر المأكولات في المطبخ المغربي، الخليع. نصب وتدليس ومخاطرة بصحة الناس دون أدنى وازع.
مثل هذه الأحداث تولد بسبب الإهمال والجشع بعيدا عن أعين الرقيب، ولو أن الرقيب يقوم بحملات تمشيطية لتصدي لمروج اللحوم للوقوف في وجه كل متلاعب بصحة المواطنين. لكن هذه الحملات يفترض أن تكون صارمة، ممتدة، مستمرة، مفاجئة وليست موسمية، ويفترض أيضا تشديد الرقابة على المطاعم وتتبع المصدر والتحقق من جودة اللحوم المعروضة للاستهلاك مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين. قبل أشهر قليلة فقط في مدينة مراكش صدرت أحكام بالسجن تتراوح ما بين 3 أشهر و6 سنوات نافذة في حق 10 أشخاص اتهموا بسرقة الحمير وبيع لحمها للمستهلكين. هو حكم للعبرة، لكن إن غاب الضمير لن نستغرب من العثور على رؤوس الكلاب والحمير. إذا عندما ينعدم الضمير، كاين هذه المسألة سعاد ديال انعدام الضمير، كاين المسألة الأخرى اللي توقفتي عندها هي دور لجان المراقبة، لونسا، مراكز حفظ الصحة، وكاينه مسؤوليتنا حنا كمستهلكين فين كناكل. أحيانا ملي كيكون ساندويتش هنا ما كنعموش ساندويتش بسعر بسيط، راه تطرح علامات في ظل غلاء أسعار اللحوم الحمراء، شنو كناكل؟ كيبقى سناء المواطن هو رقم أساسي في هذه المعادلة. جانب توخي الحذر مطلوب، والدقة في اختيار الجيد والأجود لا بد منها، ومع حضور أدنى شك في أي منتوج لا بد من تبليغ السلطات المعنية. صحيح أن القدرة الشرائية تراجعت بشكل ملحوظ، لكن لا بد من استحضار الهاجس الصحي أولا وقبل كل شيء، لا أن يصبح الثمن البخس هو الغاية. عندما يكون ثمن الوجبة أو ساندويتش بلحم مفروم مثلا لا يتجاوز سعره 10 دراهم، هنا لابد من طرح السؤال واستحضار ثنائية السعر والجودة. نقطة أخرى مهمة لابد من التوقف عندها وهي الذبيحة السرية وما تثيره من تداعيات على الصحة، بحكم أن الحيوان يكون مريضا فتتم عملية ذبحه في مكان سري بعيدا عن عين الرقيب. للتصدي لهذه الظاهرة لابد من تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من المخاطر المحتملة لبيع واستهلاك اللحوم الناتجة عن الذبيحة السرية في المدينة بمطاعمها ومحلات بيع الأكلات الخفيفة، كما في القرى والأسواق الأسبوعية. إضافة لا تقل أهمية وهي ظروف تخزين وتبريد اللحوم. تعرض اللحوم طيلة النهار وتعرض لأشعة الشمس وللأوساخ والغبار، وفي المساء لا يلجأ كثير من الجزارين إلى وضعها في البراد بذريعة الاقتصاد على الكهرباء. هي مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحيط بعملية الاستهلاك في علاقتها بصحة المواطن، يجب استحضارها بعيدا عن الانجراف خلف بريق الثمن البخس أو الجودة المزيفة أو المنتوج الدخيل بإشهار ودعاية مغرية، ولكنها في نهاية المطاف ليس فقط أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، بل قد تسمم.